القضية ديال اليوم من أبرز القضايا اللي وقعت في مدينة فاس. بنت قتلات مرات خوها بواحد الطريقة ما تتخيلوهاش. رجال الفرقة الوطنية لقاو مشكل في حل اللغز ديال هاد الجريمة. وبلا ما نطول عليكم، تبعوا معايا التفاصيل، وكيف العادة ما تنسوناش من اللايكات ديالكم وتشجيعكم ليا، ونتمنى تشرفوني باشتراككم في القناة إلا مازال مشتركتوش. قصتنا من مدينة فاس، وبالضبط من واحد الحي سميتو حي الفتوح. هاد الحي كان معروف واحد الوقيته بالإجرام، وفي هذا الحي كيسكن فيه واحد السيد سميتو عبد الله. عبد الله مزوج وكتعيش معاه في الدار امو واختو. كانوا عايشين بشكل عادي، امو واختو كيتعاملوا مع مراته احسن معامله، وحتى هي كذلك. عبد الله كان خدام سرباي في واحد القهوه، ولكن ملي توفى الاب ديالو كان خلى ليهم واحد المحل صغير. وعبد الله غادي يجمع واحد القدر ديال الفلوس وغيقرر يستغل هذاك المحل، عوض ما يبقى سرباي والدخل ديالو محدود. واي واحد كيطمع دائما انه يكون عنده واحد الدخل احسن، خصوصا ان عبد الله معيش بوحدو وعنده مصاريف زايده. من بعد ما غادي يفكر مزيان غادي يلقى احسن مشروع يدير هو محلابه وحدها واحد القهوه صغيره. فعلا طبق هاد الفكره وغيدخل الناس اللي غادي يخدموا تما، وهو يقضي اغراض اخرى واشغال اخرى بعيده على المحلابه، وفي العشيه غادي يبقى يمشي باش يتحاسب معاهم. فعلا هذا المشروع اللي دار عبد الله نجح وازدهر، وغادي يشري واحد الطوموبيل باش يبقى يتحرك بها ويسافر ويتسارى هو والعائله ديالو. وفي واحد النهار الام ديال عبد الله غتبغي تمشي عند واحد اختها في النواحي ديال ايموزار، وموالفه ديما عبد الله هو اللي كيديها، وكان كيمشي هو وياها بوحدهم كيوصلها وكيرجع. ولكن هاد المره حيت عنده الطوموبيل غادي يقول لمراتو توجد راسها باش حتى هي تمشي معاهم، يعني يمشيو كاملين. وهنا غادي تدخل اختو وغادي تقول ليه من الاحسن نمشيو غير انا وياك وامي، حيت راك عارف امي كتبغي تجلس 3 ايام ولا اكثر، ومن الاحسن بلا ما نمشيو كاملين، وانت وصلنا ورجع لمراتك باش تبقاو موانسين. وعبد الله قال لها صافي، بصح عندك الحق. رجع عند مراتو قال لها صافي انا غادي نوصلهم ونرجع بلا ما تمشي، واصلا قال لها ما غاديش يعجبك الحال والعروبيه والدنيا مقناطه، وامي كتبغي تجلس شويه، صافي المهم انا غادي نوصلهم وغادي نرجع. فعلا بقات الزوجه ديالو في الدار، هز مو واختو وداهم وصلهم، ومني بغى يرجع شدوه باش يجلس يتعشى معاهم. وحتى اختو بقات كتبزز عليه وشداتو كتقول ليه صافي بقى حتى الصباح، بات هنايا بلا ما تمشي تشد الطريق في هذا الليل. عبد الله اتصل بمراته وقال لها راه شدوني، المهم حتى الصباح وغادي نجي، سدي عليك الباب مزيان وتعشاي حتى الصباح ان شاء الله ونرجع. مراته قالت ليه صافي غير ارتاح وكون هاني بلا ما تبرزط عليا. عبد الله وصلت ديك 11 ديال الليل غادي يتصل بمراته، ولكن كيلقى تليفونها مطفي. حاول مره وجوج والو تليفونها ما خدامش، وقال صافي يمكن الى سال ليه الشارج وطفى ليها ونعسات وخلاته. وعاد هي عارفينها ملي كتكون كتفرج في التلفازه ولا شاده التليفون كيديها النعاس وكتنعس وتخلي التلفازه شاعله، ولا كانت كتفرج في التليفون كتخليه حتى كيطيح لها من يدها. صافي عبد الله مشى نعاس وبقى حتى الصباح. غادي ينوض غيشد الطريق، ومني غيوصل غيدوز للمخبزه ياخذ الفطور باش يفطر هو ومراته. غادي يتوجه لدارو اللي هي عباره على بارتمان في السكن الاقتصادي. ملي غادي يطلع غادي يحل الباب وغيدخل ويبدا يعيط لمراته، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوب. قال العجب حتى واحد ما كيجاوب، واش هادي غتكون خرجات في هاد الصباح؟ كيدور في الدار مشى لبيت النعاس، ومني بغى يحل الباب كيلقاه مسدود بالساروت. بقى كيضرب في الباب حتى تحل. ملي غادي يدخل غادي يلقى مراته جالسه على كرسي ولكن ميته، يديها ورجليها مربوطين وفمها مسدود بواحد الخرقه. ومني حيد هذيك الخرقه كيلقى الكواغط في فمها باش حتى الى غوتات ما يسمعوهاش الجيران. عبد الله تصدم من هذاك المنظر اللي لقى عليه مراته، بدا كيغوت وسمعوه الجيران، دخلوا كيجريو عيطوا للبوليس باش يجيو يعاينوا مكان الجريمه. مني وصلوا غيبداو التحقيق ديالهم، والشرطه العلميه حتى هي خدامه في جمع الدلائل، الا كاين شي بصمات ولا كاين شي حاجه اللي غادي تقدر توصلهم لشكون هو الفاعل. غيبدا التحقيق مع الزوج هو الاول، وغادي يعاود لهم التفاصيل. قال لهم باللي البارح سافرت وديت امي واختي لايموزار، واخر اتصال لي معاها كان مع 11 ديال الليل، ولكن ما جاوباتنيش، ومن تما صافي نعست حتى الصباح. عاد جيت كنتفاجئ بهاد الحاله هذه اللي قدامكم. سولوه قالوا ليه واش عندك شي اعداء او كتشك في شي واحد؟ قال لهم لا. انتقلوا للجيران وكيسولوهم الا شافوا او سمعوا شي حاجه. واحد السيده من الجيران قالت لهم باللي مع ديك 11 ديال الليل خرجت السطل ديال الزبل حاشاكم هي والزوج ديالها، وقال ليها يلا نتمشاو شويه، وبان لهم الضوء شاعل في البيت ديال سميه. قالت ليه سميه راه باقا فايقه. هذه هي الشهاده الوحيده اللي كانت من اقرب الجيران ديالهم،
والجيران الاخرين حتى واحد ما شاف ولا سمع شي حاجه. وهاد السيده حتى هي في ديك الوقيته ما سمعت حتى شي حاجه، ما بانتش ليها شي حاجه اللي غير عاديه. عبد الله غادي يتصل بمو اختو وغيعاود ليهم على داكشي اللي واقع. قال لهم ضروري خصكم تجيو. داكشي اللي داروا، جات مو اختو حتى هما غادي يحققوا معاهم. كيفاش كانت علاقتكم بالقتيله؟ قالوا ليه بلي كانت عزيزه علينا وكان بيناتنا الاحترام، وحتى هي كانت كتحترمنا وما كان لا مشاكل لا والو بيناتنا. اختو قالت لهم كانت الله يعمرها دار، وحتى والديها ناس مزيانين وما عمرنا ما سمعنا منها العيب. الشرطة العلمية أثناء القيام بمسح محيط الجريمة لقاو حدا الدار واحد البقايا ديال الزاج مهرس. هاد الزاج هذا كيخص واحد القرعة ديال الشراب. وهنا كانت واحد الفرضية عند البوليس أنهم يقدر هذا اللي دخل الدار كان سكران وهاد القرعة هذه كتخصو، ويقدر دخل بدافع السرقة. سولوا عبد الله قالوا ليه واش ما كنتيش حاط شي فلوس ولا مراتك عندها شي ذهب في الدار؟ قال لهم باللي كان الذهب وكانت 11 مليون ما لقيتهمش. يعني اللي دخل وقتل الزوجه دخل بهدف السرقه. البوليس باش يكملوا التحقيقات ديالهم كان ولا بد خصهم يتسناو تقرير التشريح الطبي اللي دار للجثه، واللي كيبين من بعد ما خرج انها تعرضت للاغتصاب من طرف جوج ديال الاشخاص. وغادي يبلغوا عبد الله باش يمشي لعندهم، غادي يقولوا ليه على نتيجه التشريح الطبي. عبد الله غادي يتعصب وينهار بالبكا بهذا الخبر هذا، وشدوا الغضب بزاف. دازت الجنازه ديال الزوجه ديالو ودفنوها، ومن بعد 24 ساعه غادي يرجعوا البوليس باش يكملوا التحقيقات ديالهم ويحلوا اللغز ديال هذه القضيه. رجعوا سولوا عبد الله شكون اخر شخص تلاقيتيه قبل ما تسافر؟ قال لهم باللي قبل ما نتحرك مشيت للمحلابه ديالي باش نهضر مع الناس اللي خدامين عندي، وصيتهم وعلمتهم باللي غادي نسافر. وواحد فيهم سولني قال لي واش غادي تسافروا كاملين؟ قلت لهم لا، غادي تبقى المراه. وهذا الحوار اللي كان دار على قبل السوارت، حيت عبد الله موالف هو اللي كيتسد المحل من بعد ما كيتحاسب معاهم، وكان لابد يخلي لهم السوارت باش هما اللي يسدوا. ومباشره البوليس غادي يتحركوا المحلبه وغيبداو يسولوا هذوك الجوج اللي خدامين تما. قالوا لهم نهار وقوع الجريمه معاش سديتوا المحلبه؟ قال لهم سدينا مع ديك 8:30 ديال الليل بحال العاده. وفين مشيتوا من بعد؟ واحد قال لهم مشيت لداري، وواحد قال لهم من بعد ما سدينا مشيت جلست شويه في القهوه عاد مشيت للدار. وباش يتاكدوا غادي يسولوا الزوجه ديال الشخص الاول. قالت لهم باللي مع ديك 9 كان في الدار وديما كيدخل ويتعشى وينعس كيجي عيان. اما بالنسبه للشخص الثاني فغادي يمشيو يسولوا السرباي ديال هذيك القهوه اللي قال لهم باللي كيجلس فيها. السرباي اكد لهم باللي يوميا كيجي كيجلس يشرب قهوه عندهم، ولكن هما عندهم الغرض بليله وقوع الجريمه يعرفوه واش بصح كان تما او لا. السرباي اكد لهم باللي ديك الليله فعلا كان ومشى مع ديك 10:30 ديال الليل. مشاو لدارو سولوا الام ديالو، قالت لهم ديما ملي كيسالي الخدمه كيمشي يجلس في القهوه ومع ديك 10:30 ولا 11 كيدخل. المهم تاكدوا من ان هاد الجوج ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الجريمه. البوليس داخو هاد القضيه معقده ومازال ما بان ليهم والو. غيعاودوا يستدعيو عبد الله وغيسولوه تاني، غير تفكر مزيان واش ما شفتيش شي حاجه ماشي هي هذيك او شكيتي في شي واحد؟ واش ما عندكم شي حد في العائله كيشرب بحال خوتك خوتها شي حد اللي قريب لكم؟ قال لهم كاين واحد خوها كيشرب ومره كيجي وما كيعجبناش الحال، واخا هو منين كيكون شارب ما كيبانش عليه وما كيدير لا مشاكل لا والو، كيحترم امي اختي ودائما فين ما كيجي يشوف اختو كيجيب ليها معاه شي حاجه. ولكن واخا هكاك امي اختي ما كيعجبهمش الحال حيت كيجي شارب. وقال لهم مؤخرا حاولت باش نقول ليه ما تبقاش تجي مني تكون شارب. البوليس غيسولوا عبد الله هاد العماره اللي ساكن فيها واش ما كاينش فيها شي عساس كونسيرج ولا شي عساس ديال الدرب؟ قال لهم كاين واحد السيد هو الكونسيرج ديال العماره. غادي يتوجهوا مع عبد الله وغيلقاو الكونسيرج غادي يسولوه واش هذيك الليله ما جاش شي حد خارج سكان العماره. قال لهم جا واحد السيد اللي هو الاخ ديال الزوجه ديال عبد الله، جا في هذيك الليله مع ديك 10 وديك 11 ونص تقريبا مشى. قال لهم باللي ديما كيدور معايا والله يعمرها دار. قال لهم مني كان جا مدخل في يدو واحد الميكا، ولكن مني كان خارج ما مخرج معاه حتى شي حاجه في يدو. قالوا لي واش ما بانش لك زعما كيتحرك كيتلاوط ولا كيتمايل؟ قال لهم لا، السيد كان خارج عادي ضحك معايا ومشى في حاله. غادي يسولوا عبد الله على فين كيسكن هذا الاخ ديال الزوجه ديالو. غادي يوريهم السكن ديالو اللي كيتواجد في واحد المنطقه خارجه شويه على فاس، حتى واحد المطار تيقولوا ليه عين سائس، وبالضبط في واحد البلاصه تيقولوا ليها ولاد الطيب.
توجهوا عنده غيسولوه واش كنتي عند اختك هذيك الليله. قال لهم ايه، كانت وصاتني على واحد البوماده مع انا كنبيعو ونشري في هذاك الشيء ديال الماكياج، اديتها ليها وقالت لي جيت عشا معايا نيت، راه ما كاين حتى شي واحد غير اجي ونسني شويه. فعلا قال لهم مشيت عندها تعشينا ومن بعد خرجت وجيت في حالي للدار. قال لهم حيت ما كنقدرش نعس في شي بلاصه اخرى، وغير وصلت نعست. البوليس سولوه قالوا ليه واش كنتي شارب في هذيك الليله؟ قال لهم لا، هذيك الليله ما كنتش شارب، وكنشرب غير مره مره ماشي ديما. سالوا معاه التحقيق وسولوه الاسئله اللي كان خصهم يسولوها ليه. قالوا ليه المهم ما تبعدش من هنايا ربما نحتاجوك. القضيه غاديه وكتزيد وكتعقد بالنسبه لرجال الامن، حيت اللي دخل سرق وقتل عارف باللي كاين الفلوس والذهب تما، وعارف باللي ان الزوجه كاينه بوحدها، وعبد الله وامو واختو كانوا مسافرين. شكون هما هاد الاشخاص اللي قاموا بهاد الجريمه؟ حيت بان في التشريح على انهم جوج ديال الاشخاص من خلال تحليل السائل المنوي، حيت كان اغتصاب قبل القتل. وهاد القضيه كان كيحقق فيها واحد الضابط اللي كان مميز وممتاز، كان معروف بالذكاء ديالو، الضابط اليمني، وحل شحال من قضيه كانت غامضه. من بعد تفكير طويل ديال الضابط اليمني غادي يرجع يعيط لعبد الله، غيمشي عنده لمقر الشرطه وغادي يقول ليه بغيتك تركز معايا مزيان وتستعقل وتقول لي على شي شخص ما جاش للعزا ديال مراتك، سواء مراه او راجل. عبد الله غادي يجاوبهم وغيقول لهم بلي كاين واحد السيد جاتني غريبه انه ما يجيش يعزيني، خاصه انه صديقي وخاطب الاخت ديالي، حتى من التليفون ما عيطش ليا. وقال لهم هو الوحيد اللي ما عزانيش. قال لهم وسولت اختي كيفاش حتى ما عزا ما عيط؟ قالت لي راه مشغول بزاف ومسافر ما كاينش هنا، مشى للجديده. قالوا لي امتاش قالت لك مشى؟ قال لهم قالت لي باللي مشى شي يومين ولا 3 ايام دابا. سولوا هاد السيد هذا فاش خدام، قال لهم باللي تريسيان. وديك الوقيته عبد الله جاه في بالو ان الزوجه ديالو كانوا يديها ورجليها مربوطين بهذوك السلوكه ديال الضو، دوك السلوكه اللي كيكون فيهم الالوان. تزاد الشك حول هذا السيد هذا، خاصه انه ما عيط ما سول. غادي ياخذوا الرقم ديالو ما خدامش، غادي يتصلوا بالام ديالو، قالوا ليها واش انتي ام فلان؟ قالت لهم ايه. سولوها على النهار اللي وقعت فيه الجريمه، قالوا ليها واش مشى الجديده في النهار الفلان فلاني؟ قالت لهم لا، داك النهار كان في كازا، وقال لي بلي خرجت ليه شي خدمه تما. حتى الغد عاد مشى للجديده. هنا كان ضروري خصهم يستدعيو خت عبد الله. قالوا ليها واش خطيبك موالف كيمشي يخدم في المدن؟ قالت لهم ما نعرف سيدي، انا عيط ليا قال لي راني عندي شي خدمه في الجديده. قالوا ليها واش ما كتهضريش معاه، واش ما كتهضروش ديما؟ قالت لهم مره مره. قالوا ليها شحال من مره هضرتي معاه في هذه السيمانه هذه؟ قالت لهم اتصل بيا قبل ما يمشي وقال لي راني غادي الجديده، واتصل بيا من بعد ما وصل. قالوا ليها ولكن امو كتقول باللي كان في كازا. قالت لهم انا ما في خباريش باللي مشى لكازا. رجعوا اتصلوا للام ديالو، قالوا ليها بغيناك تتصلي بولدك وتقنعيه باش يجي الفاس، حيت بغيناه في واحد القضيه ديال القتل وضروري خاصك تعاوني معنا. قالت لهم ولدي ما يقدر يدير والو، ما يقدر يقتل حتى دبانه. قالوا ليها احنا بغيناه ضروري، ما قلناش لك راه ولدك اللي قاتل. عيطات لولدها قالت ليها ولدي راني مريضه وتزاد عليا الحال وضروري خصك تجي. شد الطريق، من يوصل غيلقى البوليس قدامه. غيبداو يسولوه واش كتعرف فلانه مرت عبد الله؟ قال لهم ايه الله يعمرها دار، كتعاود لي الخطيبه ديالي عليها. قالوا ليه واش كتشرب؟ قال لهم مره مره ماشي ديما. واش كتستعمل شي حاجه ديال الممنوعات؟ قال لهم لا غير الشراب الله يعفو عليا. قالوا ليه فين كنتي هاد الليله هذه اللي وقعت فيها الجريمه؟ قال لهم مشيت عند واحد صاحبي جلست انا وياه شويه في القهوه، ومن بعد عيطوا لي شي ناس على شي خدمه، رجعت للدار جمعت حوايجي ومشيت. قالوا لي امتاش تواصلتي اخر مره مع خطيبتك؟ قال لهم مني بغات تمشي تسافر، كانت عيطات ليا وقالت لي بلي مسافره مع خوها. قلت ليها راه انا جاتني واحد الخدمه الجديده، ومني وصلت للجديده عيطت ليها وسولت عليها وسولتها واش وصلوا بخير وعلى خير، وقلت ليها بلي انا راني وصلت للجديده. السيد خلال التحقيق معاه لاحظوا البوليس باللي داير واحد الكاشكول على عنقه. قالوا لي حيد داك الكاشكول واش ما جاكش الصهد؟ قال لهم لا لا ما فياش الصهد، راه ضربني البرد. البوليس غادي يجروا ليه هذاك الكاشكول اللي في عنقه، غادي يبانوا ليهم شي قماشي. سولوه منين جاوك هاد القماشي اللي في عنقك؟ قال لهم دابست انا واحد خينا في القهوه. قالوا ليه مني كنتي تما وانت وصاحبك؟ قال لهم قالوا لي غادي تنوض تدينا عند صاحبك هذا باش يشوف واش كيقول الصدق ولا لا. قالوا ليه كيفاش صاحبك فيه هاد القميش اللي في عنقه؟ قال لهم باللي دابز مع واحد خينا في القهوه. قالوا ليه علاش دابزو؟ قال لهم باللي دابزو غير على البلاصه.
هاد السيناريو هذا كانوا وجدوه من قبل، غادي يتوجهوا لهذيك القهوه اللي قالوا ليهم. السرباكي قال لهم ما كانت لا مدابزه لا والو، وحتى الكاميرات راهم كاينين الا بغيتو تاكدوا. مني البوليس راجعوا الكاميرات كيلقاو في هذيك الليله ما كانوش اصلا، وما كانت لا مدابزه لا والو. شويه غينقز الخطيب وغيقول لهم لا ماشي هاد القهوه، راه القهوه اللي ملاصقه معاها. دوزوهم تاني للقهوه الاخرى، السرباي اكد لهم باللي ما كانت لا مدابزه لا والو. هنا تبين لهم باللي غير كيكذبوا. غادي يديوهم لمقر الشرطه باش يكملوا معاهم التحقيق، حيت اتضح لهم باللي غير كيكذبوا. وعاد زياده على داك القميش اللي في العنق ديال الخطيب، كان خص ضروري باش يتاكدوا من انهم هما مالين الفعله ولا لا، ضروري خصهم من تحليل السائل المنوي ديالهم مع العينه اللي اتخذت من الجثه اثناء التشريح الطبي. فعلا هزوا من عندهم هذوك العينات، يعني من الخطيب وصاحبه، باش يتاكدوا واش مطابقين لهذوك العينات اللي خداو من الجثه. غادي يخليوهم راه الاعتقال الاحتياطي حتى تخرج النتيجه ديال العينات. وفعلا من خرجت النتيجه كيلقاوها متطابقه مع العينات اللي سبق وخداو من الجثه، يعني اتضح انهم هما موالين الفعله وهما مرتكبي الجريمه ديال القتل. ومن يواجهوهم قال لهم صاحب الخطيب باللي هذا هو السبب وهو اللي طمعني، وتا انا كنت كنحلم نمشي لبرا، وقال لي باللي نسيبو خازن شي فلوس في دارو ومراتو عندها الذهب وهما مسافرين، وهذه هي وقيتتنا وهذه هي ضربتنا باش تا انا نتزوج وندير العرس اللي كنحلم به انا وخطيبتي. قالوا لهم وانتم باش عرفتوا باللي عبد الله عنده الفلوس ومراتو عندها الذهب؟ قال لهم الخطيب باللي اختو هي اللي عاودات ليا، شافتو شي مره كيحط الفلوس. قال لهم هي شريكه معاكم، اما علاش غادي تعاود لك على الفلوس؟ قالوا لهم مني دخلتوا غير باش تسرقوا، علاش قتلتوها؟ قالوا ليه باللي شافتنا وخفنا لا تشوهنا، وتما كنت هاز واحد الصاك ديال الخدمه معايا، وداك الشيء علاش ربطتها وما بانوا ليا غير هذوك السلوكه ديال الضوء، وكان ضروري خاص نسدوا ليها فمها باش ما تغوتش. قالوا لي علاش تكرفصتوا عليها؟ قالوا لي باللي كانت لابسه واحد البيجامه قصيره وحنا سكرانين وهي زوينه وما قدرناش نتحكموا في راسنا. استدعاو الاخت ديال عبد الله، اعترفات باللي هي اللي قالت لهم باللي خوها عنده الفلوس وعلماتهم باش سافروا، ولكن ما تخيلاتش باللي غيتكرفصوا على مرات خوها ويقتلوها. قالت لهم انا قلت لهم غير على الفلوس والذهب، ودائما كنت كنحلم بواحد العرس اللي يكون عندي عرس كبير ويحضروا فيه الناس بزاف ويكون عرس اسطوري، وخطيبي ما عندوش هادشي. علاش فكرت في هاد الفكره. البوليس هنا غادي يتفكروا باللي الكونسيرج قال لهم باللي ما شاف حتى شي واحد، وباللي اعترف غير بالخو ديال الزوجه هو اللي كان جا. قالوا يمكن الا عنده حتى هو شي يد في هاد القضيه هادي وخبى علينا باللي ما كانوش هاد الجوج، وما يعني ما جبدهمش كاع في التحقيق. مني سولوا الاخت ديال عبد الله قالت لهم الكونسيرج ما شافهمش، حيت ارسلته لعند واحد الصديقه ديالي باش ياخذ ليا من عندها شي سخره، ودرنا هاد الشيء هذا تخطيط باش ما يشوفهمش وباش ما يتعرفش عليهم. وهنا القضيه تحلات ووضحت وتحل اللغز ديال الجريمه، وغادي تحكم عليهم بالعقوبات التاليه. الخطيب تم الحكم عليه ب30 سنه سجنا نافذا، وصاحبه 20 سنه، واخت الزوج ب17 سنه مع غرامه ماليه قدرها 20,000 درهم. وحتى لهنا كانت هذه قصتنا اللي كتعطينا واحد الدرس اننا ما نثقوا في حتى شي واحد. السلام عليكم، نتلاقاو في قصه وقضيه جديده.